كلبك لو واثق في نفسه هيكون مبسوط، وانت كمان تعرف تخرج بيه في اي مكان انت تحبه، ولو جالك حد مش هتبقى قلقان ان هو يعض خوف. وعشان كده النصايح دي لو جالك كلب ازاي تتعامل معاه كويس عشان يبقى واثق في نفسه. تعالوا معانا. اول حاجة انا دايما بفضل لو هجيب كلب صغير ما يبقاش اقل من 2.5 ل3 شهور، لان في السن ده مهم قوي يتعلم اساسيات من امه واخواته ومواقف مختلفة، وده هيديله ثقة بنفسه. لو جبت كلب كبير في السن وما كانش بيخرج تقدر تزود ثقته بنفسه، لازم تبقى صبور وينزل اكتر، ومع التدريب الايجابي هيبقى احسن. تاني حاجة مهم جدا تتعامل معاه بثقة وحب، مش دايما بزعيق، وخصوصا لما يغلط، ده هيخليه يخش في ستريس لو عملت كده وهيكون بيقلق. وتالت حاجة عقل الكلب عامل زي السفنجة وبيمتص وبيتعلم بسرعة، وخصوصا وهو صغير. أهم حاجة تبقى هادي وانت بتعلمه، وده هيزود ثقته بنفسه. وتخيل كده كلب عنده 6 شهور بيخرج وبيشوف ناس وبيلعب مع كلاب وأصوات مختلفة، وكلب قاعد في 6 شهور في البيت ما بيخرجش. تخيل شخصيتهم هيبقوا عاملين ازاي. وآخر حاجة مهم إن يمشي مش أقل من ساعة في اليوم، يتمشى، كمان يتدرب وسط كلاب ويخرج في جروب. واستنونا الحلقة جاية.